أقر ستيفان جوناثان هاروش مالك مجموعة القاعات الرياضية سيتي كلوب بتوقيفه داخل فندق بالدار البيضاء برفقة فتاتين إحداهما كانت شبه عارية، حسب ما صرح به خلال الاستماع له من طرف الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الثلاثاء. وأفاد المتهم بأنه تم العثور بحوزته على كبسولات كوكايين ومبلغ مالي قدره 1300 درهم وهاتف وحقيبتين نسائيتين تعودان لفتاتين، إضافة إلى مبلغ 30 ألف درهم جلبهم السائق ديالو لتقسيمهم بين جوج دريات. من جانبها صرحت الموقوفة المدعوة سكينة بأن جوناثان استدرجها إلى الفندق لتسليمها مبلغ 10,000 درهم بعد علمها من زميلاتها بتأخره في دفع الأجور واستدراجهن لممارسة الجنس، وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها كانت موظفة لديه منذ 2019 قبل أن تغادر العمل سنة 2023، وأنه لم يقدم لها أي دعوة لحضور سهرات ماجنة أو ممارسة الجنس مقابل الأجرة. كما نفى المتهم أي علاقة بالمصرحة الثانية كوثر، موضحا أن التواصل معها كان عبر الواتساب فقط دون أي لقاء أو عرض لعمل مقابل الجنس. خلال الاستماع إليه علق المتهم على فيديوهات لمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي سبق أن وجهت له انتقادات واتهامات وصفها بالخبيثة، نافيا أن تكون قد عملت في صالاته الرياضية.